ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا طبعا بقى الفيديوهات دي المفروض كانت نزلت لكم بدري شويه، بس معلش بقى وكده، كان ابني تعبان شويه. على ما منتجتها كده وخلصتها قلت هنزلها لكم باذن الله. هنزلهم لكم كده ورا بعض ان شاء الله باذن الله. الفيديوهات دي هتعجبكم جدا جدا، حلوه جدا كده وكلها تغيير كده عن الاكل والطبخ. عايزه اقول لكم بقى احنا رحنا مرسى مطروح. مرسى مطروح طبعا مدينة السعادة، جميلة جدا وغنية عن التعريف. طبعا انا كنت اول مرة اروحها، ما رحتهاش قبل كده. جميلة جدا بجد، والبحر بتاعها فيروزي وجميل تحفة. الشواطئ بتاعتها كلها جميلة جدا. وبحرها بصوا زي ما انتم شايفين، لون المية كده فيروزي وجميل جدا بجد. حلوة جدا. آه، عايزه اقول لكم بقى احنا رحنا. اول حاجه هحكي لكم يعني من اول ما رحنا. طبعا هو بس المتعب فيها السفر، يعني السفر بتاعها متعب جدا. طبعا دي علياء بنت اخويا وابراهيم ابني بقى بيلعبوا في الرمله. هقول لكم بقى احنا عملنا ايه ورحنا فين وقعدنا في انهي منطقه. طبعا احنا رحنا ودي سجوده برضو بنت اخويا. احنا رحنا شاطئ اللي هو العوام، كنا واخدين شقه هناك. كانت جميلة جدا، وكانت سعرها 950 في اليوم. طبعا انا كنا طالعين انا وماما وجوزي وولادي واخويا ومرات اخويا وولاده، فكنا قاعدين مع بعض يعني في الشقة وكده. سعرها حلو وكويس جدا. عايزة اقول لكم برضو احنا اول يوم ما رحنا يعني ارتحنا بقى من الطريق. عايزة اقول لكم بس هو الطريق زي ما قلت لكم هو اللي متعب وكده. رحنا بقى قعدنا في الشقة، ارتحنا شوية ونمنا عشان كنا جايين من السفر تعبانين. بعد كده نزلنا بقى الشاطئ ده اللي هو في المنطقة اللي خدنا فيها الشقة على طول، اللي هو شاطئ العوام. منطقة كانت جميلة جدا وقريبة من يعني اللي حابب يروح بعد كده. يعني المنطقة دي جميلة جدا وهادية وحلوة قوي. زي ما قلت لكم حلوة جدا وهادية وقريبة بقى من سوق اسكندرية ومن المحلات ومن سوق ليبيا. كل حاجة هتلاقيها جنبك. منطقة حلوة جدا وهادية وجميلة جدا. طبعا بقى احنا رحنا الشاطئ بقى بعد ما نمنا وكده، وزي ما انتم شايفين كده رحنا الشاطئ ده. كان حلو جدا بقى. كنا اول يوم بقى يعني ما كناش قادرين نروح شواطئ تانية بعيدة شوية. تاني يوم بقى رحنا شاطئ الأبيض تبع القوات المسلحة. يعني انتظروا بقى الفيديو اللي جاي، هيعجبكم جدا جدا جدا. هكلمكم كتير بقى عن شاطئ الأبيض ده، جميل جدا ونظافته وحلاوته وكل حاجة، يعني ما شاء الله تحفة بجد. بعد بقى ما خلصنا رحنا نمنا، يعني رحنا قعدنا بقى على الشاطئ كده، وبعد كده رحنا بقى نمنا. كنا بصوا قتلانين نوم بقى، عايزين ننام. بعد كده يعني بقى لفينا بقى شوية كده في شارع اسكندرية. في كل حاجة يا جماعة، جميل جدا. طبعا هنا مرات اخويا اشترت هنا بلوزة كده حلوة جميلة، اوريها لكم دلوقتي. وهنا المحل ده كانت اسعاره حلوة جدا، يعني كانوا عاملين عروض من اول 100 لحد 150. وانتي طالعة بقى في ب400 و300. وانا حبيت كده اصور لكم، اخد لكم لفة كده في المحل تاخدوا فكرة. عايزه اقول لكم بقى احنا طبعا لازم اول يوم ناكل سمك. احنا بقى قلنا نروح نجيب سمك. طبعا احنا رحنا لقينا المحل زحمه قوي. حجزنا. وطبعا هم جابوا لنا الاكل وروحنا، جابوا لنا الاكل يعني على البيت وكده عشان كان عندهم زحمه. هم اتاخروا علينا كتير قوي، بس مش عارفه بقى عشان ممكن الزحمه بقى. بصوا مرات اخويا جابت البلوزه دي جميله جدا، حلوه قوي. بس هو لونها موف، بس الكاميرا يعني مش مطلعه لكم اللون قوي، بس هو لونها جميل جدا. عايزه اقول لكم بقى انا عندي ولادي ما بياكلوش السمك. ففي اللي هو المحل اللي ظهر من شويه اللي هو مشويات سحر ده، جوزي راح يجيب لهم بقى فراخ مشويه عشان هم مالهمش في السمك. انا كان نفسي اكل سمك جدا واتصدمت. هقول لكم بقى في اخر الفيديو اتصدمت ليه، عشان انا كنت جايه بقى عايزه اكل سمك، اكله سمك بقى. دي لولو بقى بنت اخويا علياء الصغيره. هنا بقى كنت بصور لكم كده بقى. بصوا شايفين بقى ده كل ده شارع اسكندريه، طول ما انتي ماشيه هتلاقي محلات وهتلاقي كل حاجه. وهنا كان اخويا ومراته وولاده. عايزه اقول لكم بقى الشارع ده فيه كل حاجه والاسعار فيها جميله جدا. هو الصراحه الاسعار بتاع اللبس وكده حلوه قوي.
هنا كان ولادي بقى، فجوزي يعني طلب لهم في المحل، قعدوا كلوا فراخ مشويه عشان زي ما قلت لكم ما بياكلوش السمك. بعد ما كلوا كده روحنا اتمشينا شويه، وبعد كده بصوا بقى انا بصور لكم كده الشوارع. بصوا محلات هناك جميله جدا، والاجواء هناك حلوه قوي. وبس كده روحنا، وهم بعد ساعتين ونص جابوا لنا الاكل. عايزه اقول لكم بقى الاكل، يعني بالنسبه للاكل خليها خليها لبعدين، هقول لكم دلوقتي. عايزه اقول لكم مطروح يعني مدينه جميله جدا، وهي كل حاجه فيها حلوه الصراحه. بس انا اللي تعبني المشوار بجد، هو المشوار بس اللي تعب، انما البحر يعني المحلات وكده حلوه جدا يعني. والبحر بالاخص يعني المية بتاعته جميله جدا ونظيفه، وحلوه قوي عن مية اسكندريه بجد. بصوا بقى ده شارع اسكندريه، طول ما انتي ماشيه محلات بقى كده وحاجات كده حلوه، وبصوا ما شاء الله. بس احنا كده بقى خدنا عربيه وروحنا. حبيت كده اصور لكم الشوارع كده وانتم ماشيين بقى تشوفوا الاجواء عامله ازاي. عايزه اقول لكم كمان يعني بالليل ما تعرفيش تمشي في شارع اسكندريه ده، ولا تعرفي تمشي بقى وانتي رايحه الملاهي او كده، اللي يعني بيبقى زحمه جدا. احنا كده كنا داخلين على المنطقه اللي احنا كنا ساكنين فيها، زي ما قلت لكم احنا كنا ساكنين في منطقه العوام، حلوه جدا وفيها كل حاجه، كل حاجه تلاقيها بقى. بصوا بقى احنا رحنا لقينا تحت العماره اللي احنا كنا واخدينها بيأجروا واحد كده بيأجر. بصوا دي العماير بقى دي كلها دي تبع المصايف. كله بقى العجل بقى بيأجر عجل. فطبعا بقى جوزي وقف بقى ركب الولاد بقى، ركب زياد وعلياء بنت اخويا وابراهيم، شبته بقى في العجل. اهو كان واقف بقى معاهم هما بيركبوا عجل. المنطقة كانت جميلة جدا وهادية وامان وحلوة جدا بجد. يعني احنا استمتعنا في الكام يوم اللي احنا رحناهم دول، كانوا يومين حلوين قوي بجد، والولاد كمان استمتعوا كانوا مبسوطين. ان شاء الله تتكرر باذن الله السنة الجاية باذن الله تاني. اهي دي عليا بنت اخويا، وهنا ابراهيم اهوت. قعدوا بقى ركبوا شوية كده عجل ولعبوا شوية، وبعدين طلعنا. هو الراجل ده بيقف كل يوم بالليل تحت البيت، بيجي يأجر عجل. والشقة اللي احنا كنا قاعدين فيها كانت تلات اوض. اوضة فيها سرير كبير، واوضتين فيها كل اوضة يعني كل اوضة فيها سريرين، وصالة والمطبخ والحمام، وكانت البلكونة يعني كانت حلوة وكانت واسعة وحلوة، وكانت يعني واخدانا كلنا بزيادة كمان. وسعرها زي ما قلت لكم كانت في اليوم 950. بس اللي احنا سمعناه يعني اللي احنا لو احنا رحنا بدري عن كده بتبقى ارخص شوية في السعر. طبعا احنا السمك وصل. طبعا السمك ده زي ما انتم شايفينه كده، يعني تقولوا ده سمك مشوي، طبعا لا ده سمك مقلي. المحل اللي احنا جبنا منه السمك ده طبعا مشهور جدا، وشفت كتير ناس بيشكروا فيه ويقولوا اكله يعني واو ومش عارفة ايه. طبعا احنا جبنا السمك ده يعني وكان سعره غالي جدا، وهو الجمبري كان كويس والسنجاري كان الى حد ما كويس. بس طبعا البلطي احنا كنا طالبينه مقلي. بصوا جاي ازاي، جاي تشوفي تقولي مشوي طري جدا ومش شارب من التتبيله. ممكن يعني نديله عذر اللي هو وقت موسم وكده، فعليه زحمه وعليه ضغط شغل. بس يعني المحل ده يعني مشهور جدا، مش عارفه اسمه خالد واولاده، ولا هوريكم الشنطه دلوقتي. يعني احنا طبعا كنا اول مره نروح يعني مرسى مطروح، فكان يعني سالنا يعني وكده، دورنا على النت فلقيناهم بيشكروا فيه، فقلنا نجيب من عنده. فطبعا الاكل الى حد ما او خالد واخواته. الصراحه احنا يعني كل الاكل ده بيبقى اذواق، بس انا بقول لكم بكل ضمير يعني وكل صراحه عشان اللي يروح يبقى عارف اكله ما عجبناش خالص. الاكل مش حلو، البلطي طري خالص تقولي مشوي ومش شارب من التتبيله، ومش طعمه ما عجبناش خالص.
يعني انا بقول لكم رأيي بكل امانة عشان اللي يروح يعني يبقى عارف. بس كده الفيديو بتاعي خلص، استنى الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.